هم بضارين من أحد إلا بإذن الله. يعني إن الساحر ما يقدرش يعمل بذاته حاجة، لا يستطيع أن يضر. الضار والنافع هو الله، دي من أسمائه، من أسمائه أنه الضار النافع. فمش ممكن هذا الساحر أن يضر أي أحد. أي أحد لا يستطيع أن يضر إلا بإذن الله. أنا عاوز أقول إن أكثر المعالجين أو كلهم تقريبا هم في الحقيقة بيحضروا جن ويخاووا جن. وأنا حضرت بنفسي جلسات كثيرة من هذا النوع. أولا لا قدرة لهم على شفاء، وكذابين كلهم ودجالين كلهم ومرتزقة كلهم. بيضحكوا على الناس بحكاية العلاج بالقرآن. طب هو القرآن يعوز ان انا اروح لواحد في دكان بيشتغل بالقرآن؟ القرآن ما هو ما عندي، ما المصحف عندي في البيت اقراه. انا ليه هروح لوسيط؟ القرآن له بركة فعلا، لكن انا مش محتاج لوسيط عشان اصل الى هذه البركة. مش محتاج لمحترف ولا مرتزق فاتح دكان وبيقول انا بعالج بالقرآن. ما فيش حاجة بالشكل ده ابدا في الاسلام. القرآن موجود قدام، المصحف هو أراه، أنا أراه، وعلى حسب علاقتي بربنا وإخلاصي بتكون النتيجة. دي مسألة إخلاص ومسألة نية. ما احنا كلنا بنقول يا رب، كلنا بندعي بنقول يا رب. فدي مسألة، المسألة ما يتفتحش فيها دكاكين. ما فيش دكاكين للبركة، ما فيش دكاكين